بتفكر فيه يا صاحبي؟ بفكر في فكرة. ايه؟ ايه؟ بفكر في فكرة ما اتفكرتش في تفكير قبل كده. خد وقتك. بس وانت بتفكر خلي بالك، احنا كل مرة العتاولة بيبقوا جنبنا، المرة دي احنا بطولنا. وفيها ايه؟ نروح نقول للعتاولة. انت مجنون يا عاطف، متخلف. مش حنا قلب مش عايز حد يعرف اي حاجة. اه صح. عشان كده بقول لك بفكر. خد وقتك. بس لقيتها. ايه؟ احنا نجيب قاتل مأجور يخلص والقضية تتأيد ضد مجهول. انت بتقول ايه يا عاطف؟ اللي انا بقوله ده يا سبتي احنا ملناش فيه. احنا هنأجر واحد قاتل محترف روسي مثلا. هيعترف؟ لا ده محترف، ولو هيعترف في الروسي يبقى خلاص احنا براه. لا يا عاطف، لا هنلبس دم واحنا مش بتوع دم. يعني ايه هنلبس دم؟ العيال جايه. جاي هنعمل ايه طيب؟ قول لهم يعني ما انا بفكر. ما انت أهو. اللي كلمتهم قلت لهم تعالوا. طب اقول لهم ايه؟ خد وقت. يا شخلان يا جندي يا شفاف يا حفاف. يا خشاف. الله، ما خلاص بقى يا انت هتقضيها سندون دندون كركر مركر. احنا مش باناسونيك، مش شغالين بالكهرباء. في ايه جايبيننا ليه؟ في ايه يا صاموله؟ انت ليه بتقول جمله اطول منك؟ ده انت في 5 ابتدائي اصلا. انتوا مقضينا ثنائيات وبتاع واحنا لحالنا وفاكس الكل. الوضع ايه؟ يوسف ابن شديدة عمل معانا الغلط واحنا هنردها له. اللي معانا تمام، مش معانا بكيفه، بس يبقى الحوار في السكرته منه. ايوه الست جيده. انت هتزعل الناس مننا ليه يا عم؟ ده نصار بيحبها قوي. وبعدين انت عارف انه بيعملها زي امه بعد الست سترة الله يرحمها. بص يا ذوق، هو انا معاك في اي حاجه، بس حوار الولا يوسف ابن شديده ده محتاج نلبسه له العقل، عشان دي شديده قوي يا سبتي. طب انا بره عني يا رجاله الحوار ده. انا حاجز ساعه بلياردو كده اروح العبها ونتقابل تاني. السلام عليكم. قلت لك، مش انا قلت لك ايه؟ انا قلت لي ايه؟ والله ما قال حاجه. قلت لك دبه. لا والله ما قلت لي حاجه، ما قلتليش حاجه، والله ما قال لي حاجه. انتوا جبتونا ليه بقى وايه الخطه؟ الخطه بقى، ما هو ده اللي انا عامل حسابي. يبقى لازم تتصرف. طب بص يا صاموله، احنا ان شاء الله كده على يوم الثلاث. مش هينفع. عندك حاجه؟ مش هينفع. خلاص نخلوها الخميس. يا عم مش مهم اليوم، المهم هنعمل ايه في اليوم ده يا عاطف؟ ما انا بفكر. تقعد تفكر العمر كله، تقعد تفكر. يعني مفيش خطه؟ بص يا صموله، انت اخونا ومش هنكدب عليك. احنا بصراحه ما عندناش حاجه، لا عندنا خطه ولا عندنا حاجه، وجايبينك انت عشان تسوقنا، فسوقنا واحنا وراك. طب اول حاجه في الخطه احنا لازم نراقبوه كويس. قلت لك ايه؟ قلت لك نراقبوه كويس، انت بتسمع كلامي. والله ما قال حاجه يا عم قلت. نعرفوا تحركاته رايح فين وجاي، قول. رايح فين جاي منين، الله يا عشان صموله. نعرفوا نرفعوه كويس. الله. ها قلت لك، انا قلت لك دبه لا دبه لا. والله ما قال حاجه، والله ما قلت حاجه، والله ما قلت يا حاجه. عاطف فوتنا. حرب. اه حرب. خير، عايز ايه؟ تفتكري السر اللي انت مخبياه على عيسى يسوى كام؟ تقدري وتأمني انت ولا اقدر واتمن انا؟ السر اللي بتتكلم عنه يا حرب، انا ما بخبيش حاجه على عيسى. تصدقي ظلمتك. على كده بقى المعلم عيسى يعرف اللي بينك وبين شديدة. انت بتتكلم على ايه؟ مش فاهم. لا انت فاهمة، بس هفهمك زيادة. سرك في عبي من اول انك بنت اخت جديدة لحد فلوس الوزان اللي بايت في حجركوا. قولي لي بقى، يسوى كام السر ده يا ست البنات؟ تتمني انتي؟ ما بتعرفيش تتمني. خلاص اتمن انا. السر ده لو عرفوا المعلم عيسى الوزان هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ هيجيب رقبتك ورقبة شديدة تحت رجليه وقتي، وانت رقبتك غالية ورقبة شديدة أغلى. الرقبة الحلوة دي بقى تسوى كام؟ تسوى كام
يا حرب، نص الفلوس. جدع انت قوي يا حرب. دوريها في دماغك بس بسرعة، علشان انا دماغي بتاكلني اقول للمعلم عيسى كل اللي عرفته. يا نهار اسود، يا نهار اسود. في ايه يا بت؟ مصيبة يا خالتي، مصيبة. مصيبة ايه كفالة الشر؟ حرب اللي شغال مع الوزان عرف كل حاجة وبيهددني. عرف منين؟ معرفش يا خالتي، بس أنا أموت من الرعب. طالما ما قالش الوزان يبقى خلاص ما فيش حاجة، أكيد بيلعبك. هو قال لي إن هو عايز يلهى نص الفلوس اللي خدناها من الوزان. شفتي؟ يا اختي لها في قطر ياكله. هنعمل بس يا خالتي. ما تخافيش، أنا هتصرف. فاش الليلة تخلص احنا زعلانين من بعض. طب وعهد الله، انا عملت اللي عملته ده علشان احلك من العكة اللي انا عكتك فيها. قفل عصيرة يا خضر. لا مش هقفل، ولو عايزني اروح ابوس راس حنة هعمل كده. انا اخوك الكبير واغطي لحمك بلحم حتى لو فيها موت. لسه شايل ومش مصدق؟ عايزها تخلص كده يا اخويا، خلصها وعباها لي. شيل البتاعة دي في ظهرك يا خضر وسيبني في حالي. انا مش هسيبك يا اخي وانت شايل مني. يا اخي قول اي حاجه، رد عليا. عايز نرد يا خضر؟ ماشي، رد. لو سمعت ان انا رحت بيتك ومديت ايدي على مراتك هتعمل ايه؟ شفت؟ اديك سكت. هتفضل طول عمرك ماشي ورا دماغك اللي مسوحاك ومسوحاني وراك. انت اللي بدأت القرف اللي احنا فيه ده يا خضر، بتعيده تاني. كنت بحاول اعمل اللي في مصلحتي، مصلحتك ومصلحه حدنا. كنت بحاول احل. افهم بقى. حل؟ طول عمرك بتحل بدراعك وبتفكر بدراعك وبتنفذ برضك بدراعك. في الآخر أنا اللي بنحاسب على المشاريع. خلاص، من هنا ورايح اخويا مش هخطي خطوه الا لما نشور بعض. قول امين.